أن حضرة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أخيت ثوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر، فانطفأ المصباح يوم من الأيام بالليل وجه الصبح قريب لوذان الصبح، أخيط ثوب الرسول، جبة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول وقعت اللمبة انكسرت، يقول فسقطت الإبرة من يدي والإبرة وقعت من إيدي، بقى أدور عليها مو أراها. يقول فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاء البيت من نور وجهه، فدخل لأوضايته الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاك الأوضاية بقت تقضي من نور اللي فيه في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، في سماء الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت له: يا رسول الله، ما أشد ضياء وجهك. حضرتي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: قلت له: يا رسول الله، هذا نور لفيه في وجهك حكمته أشياء. تقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الويل ثم الويل لمن لم يراني يوم القيامة. يا عائشة يا زقلرسون، لا هنيت هاك إنسان لموت يراني يوم القيامة. تقول أمنا عائشة: يا رسول الله، فقلت له: يا رسول الله، ومن الذي لم يراك يوم القيامة؟ هاك إنسان لموت يراك يوم القيامة من هو؟ قال: البخيل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنسان البخيل، إنسان الجبري. فقلت له: يا رسول الله، ومن البخيل؟ إنسان الجمري البخيل من هو؟ قال: الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. هاك إنسان لينذكر اسمي عنده ويسمع وما يجيب صلوات علي، ما يقول اللهم صل على سيدنا محمد. ألف ألف الصلاة عليك يا رسول الله، ألف ألف الصلاة عليك يا حبيب الله، ألف ألف الصلاة عليك يا أمين وحي الله. اللهم صل على سيدنا محمد.